إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وبعد، أيها الإخوة الأكارم، ها نحن في هذه الجمعة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى نواصل حديثنا فيها إن شاء الله حول العلم الحق ضد نظرية التطور والإلحاد. وها نحن أيها الإخوة الأكارم في هذا الجزء 34 والأخير، سأتناول فيه مع إخواني حديثا عظيما، ألا وهو: هل للكون تصميم؟ فيقول أيها الإخوة أحد الفيزيائيين المشاهير ألا وهو كيث وورد: إن معظم من أمعنوا التفكير في أصل الكون وطبيعته وكتبوا عنه رأوا أن الكون يشير إلى ما هو أبعد منه، إلى مصدر غير مادي يتمتع بقدر ضخم من الذكاء والقدرة. وإن كل الفلاسفة الكلاسيكيين العظماء تقريبا، ومنهم أفلاطون وأرسطو وديكارت ولايبنس وسبينوزا، وكذا كانت وهيجل ولوك وبريكلي، رأوا أن أصل الكون يكمن في حقيقة متناهية تتجاوز حدود الزمان والمكان. ورغم أنهم أيها الإخوة اختلفوا في رؤيتهم لهذه الحقيقة وفي طرق تناولهم لها، فقد اتفقوا جميعا على أن الكون لا يشرح نفسه، وأنه يتطلب تفسيرا يتجاوزه. أما البروفيسور أرنو بنزياس فيقول: أيها الإخوة، إن علم الفلك يوجه انتباهنا إلى حدث فريد، ألا وهو كون خلق من عدم، كون أيها الإخوة يتمتع بتوازن دقيق ويوفر الظروف المناسبة واللازمة للحياة، كون تكمن وراءه خطة يمكنني أن أسميها فائقة للطبيعة. ويقول أيها الإخوة جون لينوكس أن العلم أخذنا في رحلة مليئة بالمفاجآت وبالأسرار، فعلم الكون الذي يعمل على نطاق شديد الضخامة، وفيزياء الجسيمات التي تعمل على نطاق متناهي الصغر، كشف لنا البنية الجميلة للكون. أما بعض العلماء الملاحدة أيها الإخوة فيعتقدون أننا غرباء في الكون، إكزيما على وجه الكون، قذفتنا دوامة الصدفة والضرورة الهائلة التي تحكم السلوك المادي للكون. أما فريمان دايسون أيها الإخوة وهو أحد الفيزيائيين المشاهير قال: عندما ننظر في الكون ونرى الأحداث الفيزيائية والفلكية الكثيرة التي عملت معا لصالحنا، يبدو وكأن الكون كان يعرف أننا قادمون. ويقول الفيزيائي الشهير أيضا بول ديفز: لا أصدق أن وجودنا في الكون مجرد فعل غريب غير مفهوم من أفعال القدر، فصدفة في التاريخ ومضة عارضة في دراما الكون العظيمة، ولكننا مندمجون في الكون بالكامل. فديفز أيها الإخوة يرجح أن الكون وراءه عقل كان يفكر في البشر عندما صنع هذا الكون. ويقول الفيزيائي كيث وورد: إن معظم من أمعنوا التفكير في أصل الكون يشير إلى ما هو أبعد منه، إلى مصدر غير مادي يتمتع بقدر كاف من الذكاء والقدرة. أما جون لينوكس
فيقول إن الاستدلال على أصل الكون وطبيعته والذي يشير إلى ذكاء غير مادي يكمن وراء الكون هو استنتاج له سجل تاريخي طويل مبهر. أما يوجين ويجنر الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء فيقول إن الفوائد العظيمة التي تقدمها الرياضيات للعلوم الطبيعية هي سر عميق وليس له أي تفسير منطقي، ولكنه ركن إيماني. فالعلاقة بين الفيزياء والرياضيات أيها الإخوة عميقة جدا، ومن الصعب أن نعتبرها مجرد صدفة. ويقول الفيزيائي الشهير أيضا جون بلوغينهورن: العلم لا يشرح إمكانية فهم العالم المادي رياضيا لأنها جزء من الإيمان التأسيسي الذي يبنى عليه العلم. ويقول كيث وورد مرة أخرى إن وجود قوانين فيزيائية يعني ضمن وجود إله يصيغ هذه القوانين ويضمن توافق العالم المادي معها. وقال جون لينوكس إن العلم أبعد ما يكون عن القضاء على الله، بل هناك حجة قوية تؤكد وجود خالق. أما البروفيسور ستيفن هاوكينج فقد اعترف في لقاء تلفزيوني أنه قال: من الصعب أن نناقش بداية الكون دون أن نذكر مفهوم الله. وأبحاثي في أصل الكون تقبع فيما بين العلم والدين. ويشير جون لينوكس مرة أخرى أنه من العناصر الجوهرية في عقيدة العالم هو القناعة بأن الكون موجود ليدرس. فإن أحد المشكلات للفلسفة هو لماذا يوجد كون من الأصل؟ لماذا يوجد شيء بدلا من العدم؟ أما البروفيسور ستيفن هاوكينج فيقول إن المنهج العلمي المعتاد الذي يعتمد على بناء نموذج رياضي لا يمكنه الإجابة عن سؤال لماذا يوجد الكون الذي يصفه النموذج. لماذا يوجد الكون من الأساس؟ هل النظرية الموحدة لديها من القوة في الإقناع ما يجعلها توجد نفسها، أم أنها تحتاج إلى خالق؟ وإن كان كذلك هل الخالق له أي تأثير على الكون؟ فهاوكينج أيها الإخوة رأى أن الكون وجد عن طريق نظرية. أما بول ديفيز فقال لا حاجة للاستعانة بأي شيء فائق للطبيعة في أصل الكون أو أصل الحياة. فأنا لم أعجب إطلاقا بفكرة الصنعة الإلهية، لكني أرى أن الفكرة أكثر إثارة هي أن مجموعة من القوانين الرياضية تتمتع بدرجة عالية من الذكاء تمكنها من إيجاد كل هذه الأشياء. أما البروفيسور جون لينوكس أيها الإخوة فيقول إن النظريات والقوانين لا توجد شيئا. وجون لينوكس أيها الإخوة يرد على أولئك الملاحدة كستيفن هاوكينج وبول ديفيز ويقول: فمن أين إذن أتت هذه القوانين؟ أم أنها تحتاج إلى خالق؟ أما ألان سانداج فقال: أرى أنه من المستبعد أن يكون نظام الكون نظام كهذا نشأ من الفوضى، فلا بد من وجود مبدأ منظم، والله سبحانه وتعالى بالنسبة لي سر عميق غامض
ولكنه تفسير معجزة الوجود. إن بداية الكون أيها الإخوة تشكل مسألة جوهرية لتاريخ الفكر، لأنه إن لم يكن للكون بداية فهو أزلي، ولكن إن كانت له بداية فهو ليس أزليا، ومن ثم ليس هو نهائي. وهنا يقول جون لينوكس أن العبرانيين آمنوا قبل الإغريق بأن الكون مخلوق وأن خالقه هو الله، ولقد واعتنى كثير من رواد الفكر من أمثال أغسطينوس وإيرانوس وتوما الإكويني، ولقد سادت هذه النظرة الساحة الفكرية على مدى قرون عدة. أما من منتصف القرن 19 أصبح أيها الإخوة لبداية الكون يمثل رأي كثير من العلماء المعاصرين، وذلك لكثير من الدلائل. فهناك أيها الإخوة دليل الانزياح نحو الأعمر في الضوء الصادر من المجرات البعيدة، وكذا خلفية الموجية الصغيرة الكونية، وكذا الديناميكا الحرارية. أما إنجلز فقد علق قائلا: هل خلق الله العالم أم أن العالم موجود أزلا؟ ومن المشاهير الذين يجدون أن فكرة البداية للكون شيئا مقززا هو السير جون مادوكس، إذ قال أن فكرة البداية غير مقبولة بالمرة. إن القول أيها الإخوة بنشأة الكون من تموج فراغ كمي يرجع بمسألة الأصل خطوة للوراء، يجعلنا نتساءل عن مصدر الفراغ الكمي، ولكل سؤال ما أصل القوانين التي تحكم هذا الفراغ الكمي. ومن هنا وهناك اتفاق عام أيها الإخوة على أن للكون بداية، فكلما ازدادت معرفتنا أيها الإخوة عن الكون ازدادت مصداقية فرصة وجود إله خالق صمم هذا الكون. فتشارلز تاونز، وهو الفائز بجائزة نوبل في الفيزياء وذلك سنة 1964 ميلادي لاكتشافه الميزر، قال: إني أؤمن بالحاجة إلى تفسير ديني أو ميتافيزيقي، وأؤمن بمفهوم الله ووجوده. إن الصورة المذهلة التي تنشأ من الفيزياء الحديثة أيها الإخوة وعلم الكون تبين أن قوى الكون الأساسية متوازنة أو مضبوطة ضبطا دقيقا على نحو مذهل ومعقد وحساس، بما يمكن للكون لاحتضان الحياة. وأثبتت الأبحاث الحديثة أن الكثير من الثوابت الأساسية في الطبيعة، بدءا بمستويات الطاقة في ذرة عنصر الكربون وانتهاء بمعدل تمدد الكون، موجودة بالقيم المضبوطة المناسبة لنشوء الحياة. فوجود الحياة أيها الإخوة على الأرض يتطلب كمية وافرة من عنصر الكربون، وعنصر الكربون أيها الإخوة يتكون من اندماج 3 نويات هيليوم أو هيليوم ونوية بريليوم. لقد اكتشف عالم الفلك والرياضيات البارز السير فرويد هويل أن حدوث هذا الأمر يتطلب ضبط الحد الأدنى لمستويات الطاقة النووية ضبطا دقيقا بالنسبة لبعضها البعض. وتعرف هذه الظاهرة أيها الإخوة باسم الرنين.
فإن كان الاختلاف أكثر من 1% في أي من الناحيتين، يستحيل على الكون أن يحتضن الحياة. لذلك أيها الإخوة، اعترف السير فرويد هويل أنه ما من اكتشاف زلزل إلحادي قدر هذا الاكتشاف. واستنتج السير فرويد هويل بأن عقلا أعلى تدخل في الفيزياء والكيمياء وحتى في الأحياء، ومن الضبط الدقيق أيضا. فبعد الشمس عن الأرض، ولو اقتربت الشمس من الأرض لتبخرت المياه، ولو ابتعدت لأصبحت الأرض باردة جدا، مما يجعل الحياة مستحيلة. فحدوث تغير بمقدار 2% أيها الإخوة أو نحوها يؤدي لتوقف الحياة، والكوكب لا بد أن يدور بالسرعة المناسبة. فإن دار ببطء شديد سيتسع الفرق بين درجات الحرارة في النهار والليل اتساعا مفرطا. وإن دار بسرعة شديدة تصبح الرياح ذات سرعة مدمرة، والقائمة تطول. وقد تبين لعالم الفيزياء الفلكية أيضا هيو روس أن احتمال وجود كوكب كهذا في الكون بالصدفة، ويقصد كوكب الأرض، يعادل حوالي 1/10⁻³. وقد كشف البروفيسور جيليرمو جونزاليز وجاي ريتشاردز في كتابهم المعطار الكوكب المحفوظ إلى مدى ملائمة الأرض للعلم، واقترح أن كوكب الأرض هو المكان الوحيد ضمن الأماكن الموجودة في الكون التي تتمتع بالظروف والتي تسمح بسكانها. وقد قال فيما خلص إليه: ولكن عندما نقف محدقين في السماوات المنبسطة وراء واحتنا الصغيرة، لا نحدق في فراغ بلا معنى، بل في ساحة أخاذة تتناسب مع قدرتنا على الاكتشاف. ربما أننا كنا نمد ببصرنا عبر إشارة كونية أقيم بكثير من أي تسلسل رقمي، إشارة تكشف عن كون صنع صنعة ماهرة تناسب الحياة والاستكشاف أيها الإخوة، حتى يبدو أنه يلمح إلى ذكاء من خارج الأرض أكبر وأقدم وأبهى بما لا يقاس من كل توقعاتنا وتخيلاتنا. ويشير البروفيسور أرنو بنزياس مرة أخرى الذي استخدم القمر الصناعي في أنسب موقع من الأرض لرصد أصداء بداية الكون، فيقول: إن علم الفلك يوجه انتباهنا إلى حدث فريد، ألا وهو كون خلق من عدم. ويقول جون لينوكس: إن تقدم العلم وليس الحمل به هو ما كشف لنا هذا الضبط الدقيق، وبهذا المعنى ليس في العلم فجوة. إن الفهم الذي توصل إليه العلماء من أن الكون لا بد أن يكون منظما بدقة شديدة حتى يدعم الحياة يطلق عليه أيها الإخوة بالمبدأ الإنساني، إلى أن الملحد ريتشارد دوكنز فيخبرنا في كتابه وهم الإله أن المبدأ الإنساني والله يمثلان تفسيرات بديلة. ويقول الفيلسوف جون ليسلي: إن حجة الضبط الدقيق تعرض علينا الاختيارين والاحتمالين الاثنين على الأكثر. الأول هو أن الله حقيقة، أو أن الأكوان المتعددة. أما جون بلوكنهورم وهو من أبرز منظري الكم يرفض تفسير الأكوان الكثيرة.
إن الكون الذي يكشفه لنا علم الفيزياء أيها الإخوة، وعلم الكون مضبوط ضبطا دقيقا ومفهوم بالعقل، مما يدفع الكثيرين للاعتقاد بأنه يخضع لتصميم، وهذا التصميم وضع البشر في حسبانه، أي أن وجودنا نحن البشر في هذا الكون هو عملية مقصودة من الله تبارك وتعالى. وإلى هنا أيها السادة الأعزاء نختم بدورنا هذه السلسلة في هذه الجمعة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى، وسألتقي بإخواني إن شاء الله تبارك وتعالى في شهر رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى، لأتناول مع إخواني إن شاء الله حديثا حول قصة بدء الخلق، من بدء الخليقة إلى قيام الساعة إن شاء الله. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.